أما هذه الكلمات المفردة التي سردها إمامنا الجزري وكلها كلمات قرآنية سنستعرضها واحدة واحدة من خلال اللوحات. انظروا إلى اللوحة. قال الجزري رحمه الله: وفي ابن نحو عيسى بن مريم. لو أردنا أن نبدأ بكلمة ابن لو وقفنا على عيسى، وأردنا أن نبدأ بدءا اختباريا نقول ابن مريم. إذن ابن نحو عيسى بن مريم في البقرة 87. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها كلمة ابنة، وذلك في سورة التحريم قوله تعالى: ومريم ابنة عمران. ابنة، إذن ابنة فيها وصفان. هذه الكلمة هي بالتاء المبسوطة، ومرت معنا في آخر باب ما رسم بالتاء من هاءات التأنيث: فطرة بقية وابنة وكلمة. هناك مرت معنا من أجل التاء، وهنا تمر معنا الكلمة ذاتها من أجل همزة الوصل. ومريم ابنة عمران. فلو وقفنا على مريم ومريم وأردنا أن نبدأ بما بعدها بدءا اختباريا ونقف عليه نقول ابنة، فنكسر الهمزة عند البدء لأنها همزة وصل وقعت في اسم، ونقف بالتاء المبسوطة اتباعا للرسم. ننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي كلمة امرئ نحو لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وذلك في سورة النور الآية 11. لكل امرئ، لو وقفنا على لكل ثم نبدأ بدءا اختباريا فنقول امرئ بهمزة مكسورة. لماذا كسرنا الهمزة؟ لأنها همزة وصل في اسم، وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة. هذه كلمة امرئ انتبهوا لها، كلمة عجيبة غريبة لا أعلم لها ثانيا في لغة العرب. يعني ما وجه الغرابة فيها؟ أن الحرف قبل الأخير تتغير حركته بتغير حركة الحرف الأخير. نحن نعلم بأن الحرف الأخير من الكلمة هو مناط الإعراب، فعليه تظهر الضمة والفتحة والكسرة، فنقول امرؤ، امرأ، امرئ. لكن لاحظوا بأن الراء التي قبل الهمزة تتأثر حركتها بحركة الإعراب. نقول بالرفع امرؤ، لاحظوا بأن الراء مضمومة امرؤ، وفي النصب نقول امرأ فنفتح الراء، وفي الجر نقول امرئ فنكسر الراء. فكلمة تتغير حركة الحرف قبل الأخير فيها بتغير حركة الحرف الأخير، لا أعلم لها ثانيا في لغة العرب هذه الكلمة، لذلك خصصتها لكم في لوحة حتى ننتبه لها. تنبيه حول حركة الراء من كلمة امرؤ. تتبع الراء حركة ما بعدها، أي حركة الإعراب في هذه الكلمة فقط، ويبدأ بهمزتها مكسورة دائما نحو امرأ سوء. لاحظوا بأن امرأة الهمزة مفتوحة فانفتحت الراء. ما كان أبوك امرأ سوء. إن امرؤ هلك، لو وقفنا على إن نبدأ امرؤ. لاحظوا بأن الراء ضمت لأن الهمزة بعدها مضمومة. المثال الأخير لكل امرئ منهم، لو وقفنا على لكل ثم نبدأ امرئ
فكسرنا الراء لما؟ لانكسار حرف الإعراب وهو الهمزة. سبحان الله، هذه الكلمة أمرها عجيب، لا إله إلا الله. نعود إلى إكمال البيت، والمثال الذي بين أيدينا هو كلمة اثنين. اثنين نحو قوله تعالى من الضأن اثنين، لو بدأنا بها اثنين عند البدء، والكلمة التي بعدها كلمة امرأة، نحو قوله تعالى وإن امرأة خافت، فلو وقفنا على وإن نبدأ امرأة بهمزة مكسورة، بدء اختباري. والمثال الذي بعده كلمة اسم، ونحو قوله تعالى واذكروا اسم الله، لو وقفنا على واذكروا ثم بدأنا بدءا اختباريا نقول اسم الله بهمزة مكسورة. لو سألنا سائل لما كسرت الهمزة؟ نقول لأنها همزة وصل وقعت في اسم. والكلمة القرآنية الأخيرة التي نراها على اللوحة كلمة اثنتين، نحو فإن كانت اثنتين في النساء، سورة النساء الآية 176. لو وقفنا على فإن كانتا وبدأنا بدءا اختباريا نقول اثنتين بهمزة مكسورة. لما كسرناها؟ لأنها وقعت في اسم، وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة.